الفيديو ده اتعمل لي عليه منشن، وكانوا عايزين يعرفوا هل ده ابو الهول بتاعنا ولا ده ابو الهول بتاع صربيا ولا ابو الهول بتاع اليونان. في المدخل بتاع الجامعة ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده نص مصري ونص صربي. نص مصري ونص صربي، انتوا فارقين النص اللي فوق. واصلا جسمه هو باين اديكوا عليه شفتوا جسمه شبه ده يا أبوه. جماعه ابو الهول بتاع مصر، بس كفكرة أبو الهول، لكن كأبو الهول على شكل ست ويكون ليها المنظر ده ويكون ليها الشكل ده، ده أبو الهول اليونان. لما وصل من مصر لغاية اليونان عن طريق الشام طرأ عليه الكثير من التغيرات، بقى تحول من مصر لليونان ان هو بقى ست هناك، وبقى يترسم بمنطقة الصدر واضحة وباينة جدا، وساعات بيبقى ليه شعر وساعات بيتحط له نمس على حسب بقى التغيرات. لكن ده في الاول وفي الاخر ده فكر مصر القديم انتشر ووصل لغايه اليونان. على فكره اليونانيين واخدين كتير جدا من الاثار المصريه ومن الفكر المصري، هم معترفين بكده، وانا هبقى اوضح لكم الحاجات اللي هم خدوها مننا.